في واحد من الصحابة من شدة ما هو يعني يمزح ويضحك اشتكوه الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم. راح الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله فيما معنى الحديث، يعني انه ما في مجلس نجلسه ولا نتذاكر فيه ولا نبغى نذكر الله فيه الا يجينا، بقول لكم اسمه، ويجلس يمزح ويقعد يضحك ويرمي كلام واحنا نضحك يعني صحابي فكاهي بدرجة ما هي طبيعية، يعني درجة ان بعض الصحابة يعني مجرد ما ينظرون له وهم ماشيين في الطريق يضحكون، يعرفون ان فيه ذبة بيرميها ولا فيه شيء بيسويه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، يعني بعد ما شاف انه الشكوى تزايدت من الصحابة بشكل كبير عشانه، اللهم صل وسلم عليه وارضى يا ربي عن صحابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه لا أحد يكلمه، هذا لا أحد يكلمه، فإن له بطانة يحب الله ورسوله، خلوه ما لكم دخل فيه. الصحابة استعجبوا كيف يا أخي مع كثرة مزاحه وكثرة مداعبته وكثرة يعني ويملك بطانة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوه، يعني يملك محبة لله وللرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوه. يعني ما كانوا يتوقعون، هو من ضمن الصحابة بس يعني انه يوصل الى مرحلة انه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوه، ما كان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كان يضحك من العجب، ما كان يضحك الا هذا الصحابي اذا جاء عمر بن الخطاب ما يمسك نفسه. ابو بكر الصديق يمزح مع ابو بكر الصديق، ما في احد من الصحابة ما سلم منه، وله مواقف كثيرة. الصحابة كانوا ينظرون له يعني انه يعني ما عنده جد، يمزح وذا، وقت الصلاة صلاة ووقت العبادة عبادة، ووقت الجد كان جد فعلا، كان يملك كنترول عجيب. الصحابة كانوا يستعجبون منه وما كانوا يعتقدون إن ممكن في موقف واحد يسطر اسم هذا الصحابي بين صفحات التاريخ. عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه.